ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشجعونا باش نستمروا ونقدموا الأفضل بإذن الله. سلام الله على الحباب. كان يا مكان جملة تقالت في كل مكان، وخلات الكبير والصغير كيدي ويجيب في الخبير. ايوا حتى انا غادي نقول لكم كان يا مكان تا كان الحبق والسوسان والملك مالك الرحمن، ونصلي وجميع على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، ايوا ها مرحبا وألف مرحبا، شادين بلايصكم؟ يلا هاني جيت، طفيو الضو وديروا الكيف وغمضوا عينيكم حيت غنحاجي ليكم. بسم الله نبداو حكايتنا. في يوم من الايام قرر جوج ديال التجار صحاب باش يسافروا لواحد البلاد بعيدة يجيبوا سلعة جديدة، وداك الشي اللي كان وجدوا سلعتهم ومنتهم وشدوا طريقهم، وبقاو غاديين من بلاد لبلاد تا وصلوا للبلاد المقصودة. تما فين باعوا سلعتهم وشراو سلعة جديدة، جمعوها وحزموها وعلى جمالهم حملوها، وقرروا يرجعوا لبلادهم. وهما راجعين يا الحباب لقاو قريباتهم خواو من الماء، العطش حكمهم وكملوا طريقهم حتى وصلوا لواحد البلاد خالية والشمس فيها حامية. قال التاجر الهاشمي لصاحبه: صافي صافي كمل لينا الماء، النقطة ما بقاتش عندنا. جاوبوا صاحبه الهاشمي: غادي نحبسو هنا تنلقاو شي مكان فيه الماء ونعمرو قريباتنا ونبردو عطشنا، عاد نشدو طريقنا لبلادنا. وداك الشي اللي كان يا الحباب قرروا التجار ما يخرجوا من هاد البلاد اللي غير الخلا والجلا والقيفار حتى يلقاو الماء. وبقاو غاديين وكيقلبوا حتى بانت ليهم واحد النخلة، جلسوا جمالهم تحت منها يتضلوا بضلها ومشاو يقلبوا على الماء. اعياو ما يقلبوا ويقلبوا. ايوا يا حبابي، في داك النهار وقبل ما يوصلوا لديك البلاد التجار كان داز من نفس الطريق سبع وديب وثعلب، وحتى هما كانوا عطشانين ولقاو فيها بير ومشاو يشربوا منه وطاحوا فيه وبقاو تما حاصلين. ايوا هادشي اللي وقع للديب والثعلب والسبع. اما اللي وقع على التجار اجيو نكتشفوه جميع. التجار يا الحباب بقاو غاديين وكيقلبوا على الماء، شويه هو يبان ليهم نفس البير وفرحوا وجدوا قريباتهم باش يعمروهم، وهما يلقاو غير الحبل. اما الدلو باش غيسقيو ما كاينش. وهو يقول التاجر الاخر لصاحبه الهاشمي: اسمع صحيبي، انت قليول وضعيف وخفيف، غنحزمك في الحبل ونهودك تعمر لينا القريبات ونطلعك، حيت انا كيما كتشوف سمين عليك، وإلا نزلت الحبل غيتقطع بيا ونبقى لتحت. واش بان ليك؟ قال لي الهاشمي: ايه عندك الحق، انا ننزل البير ونعمر الماء، وفاش نسالي انت تجرني وطلعني من تما. وداك الشي اللي كان وربطو في الحبال ونزلوا لقاع البير، وبدا الهاشمي يعمر في القريبات ويربطهم في الحبل لصاحبو يطلعهم. صاحبو يا سيادي غير كمل القريبات كاملين وهو يقول مع راسو: ايوا انا دابا اش غندير بالهاشمي لا طلعته، الى هنا خليته غندي سلعتي وسلعته وحتى الجمل، وغنربح كتار من اللي كنت غنربح في الاول. شويه وهو يعيط عليه صاحبه من قاع البير وقال ليه: وراني عمرت القريبات كاملين ولوح ليا الحبل نتحزم بها هي.
باش تطلعني من هاد البير اللي كيخلع دغيا. طلع ليه صاحبه من الفوق وضحك ليه ضحكة الخديعة والغدر، ومشى وخلاه بوحدو كيهدر. بقى الهاشمي الحباب يعيط ويزاوق: وحرام عليك يا صاحبي، وزعما راح ناخد وراعي غل العشرة، واش غتخليني هنا نموت؟ والتاجر الاخر قاع مدها فيه وصاق جمالو ومشى بحالو. وبقى الهاشمي في البير حزين يبكي على العشرة ومصيرو المجهول، وصاحبو الغدار اللي كان كيحسبو صادق ومعقول. وبقى يبكي ويدور عينيه حتى كتبان ليه واحد الحفرة في جنب البير. مشى ليها على يديه ورجليه وبغى يشوف اش فيها، تا كيبان ليه السبع والثعلب والديب جالسين فيها. عقلتو عليهم؟ اياه، هما هادوك اللي هما كانوا كيقلبوا على الماء وطاحوا قبل منه. قال ليه الديب: شفتي صاحبك شدار ليك، خلك في البير وغدر بيك. انطق ليه السبع وقال ليه: عندك من دابا تا الليل، إلا ما جا شي واحد وطلعنا من هاد البير غنتعشاو بيك، غير وجد راسك. قال لهم التاجر الهاشمي: ما كفاكمش غدر صاحبي ليا وتنتوما باغيين تكملوا عليا. قال ليه الثعلب: ايوا هكا باش تعلم، ما تثق في حتى شي واحد، تو كان تجربوا وتعرفوا كيبقى عند العهد وما يخون الوعد. ايوا العشية تعاشات وحتى شي واحد يا الحباب ما داز من جنب البير. الحيوانات بثلاثة عينيهم على التاجر كيتسناو عليه فيطيح الظلام كيف وعدوه. اما الهاشمي مسكين غيموت بالخوف وكيطلب من الله في سره باش ينجيه من هاد البير والحيوانات اللي غياكلوه. واحد شوية وهما يسمعوا واحد الصوت جاي من بعيد. هاد الصوت يا سيادي كان ديال واحد السارح دايز، وكان قاصد بغنمو البير باش يوردهم. ما جا السارح فين يرمي الدلو ديالو في البير تا كانوا شادين في الحبل كاملين، كلهم بغاو يطلعوا. السارح سمع شي صوت جاية من البير، حار وتعجب، طلب راسو قرب ودنيه وهو يبدا يسمع في التاجر كيقول ليه: طلعني انا الاول، انا بنادم بحالي بحالك ونقدر شي نهار نفيدك ونعاونك، اما هادو غير حيوانات، إلا طلعتيهم ياكلوا غنيماتك ويكملوا بيك. اللي وصل معايا حتى لهنا من الحكاية يدير لايك ويخلي لي قلب، واللي ما مشتركش في القناة يدير اشتراك، ما فيها بس. المهم يا الحباب، ملي سال التاجر كلامه انطق الديب وقال ليه: طلعني انا الديب، طلعني انا الاول، وما تطلعش بنادم، راك تسقيه الحليب ويسقيك القطران وتولي عليه نادم. السارح ما داهاش في هضرة الديب وطلع التاجر هو الاول، وحيت قلبه بيض وحنين ما سخاش يخليهم في البير وطلع الحيوانات كاملين. التاجر الهاشمي شكر السارح بزاف وقال ليه: انا فلان بن فلان كان سكن في المدينة الفلانية، إلا احتاجيتيني في شي حاجة مرحبا بيك، خيرك سابق عليا. والديب قال ليه: نهار تبغي شي خرفان ولا نعجة جي عندي تلقاني في الواد، نرد لك هاد الخير ونعطيك كل ما تمنى وترجى. انطق الثعلب وقال ليه: وانا سي السارح نهار تحتاج ما تلبس غتلقاني تحداك شجر، جي عندي ونعطيك كل ما حب الخاطر. ايوا والسبع قال ليه: نهار تحتاج الفلوس وتضيق بك الدنيا جي عندي نرجعك اغنى الاغنياء.
ايوا تفارقوا، وكل واحد صد لجهته. والسارح هادشي اللي صادفو يا الحباب عمرو ما شاف بحالو ولا من بالو غاب. وبقى كلام الديب كيدور فراسو، ما بغاش يتمساليه. فاش دوا معاه من البير وقال ليه: طلعني انا، ما طلعش بنادم. راك تسقيه الحليب ويسقيك القطران وتولي عليه نادم. تفكر وعودهم ليه كاملين، هو يقول مع راسو: علاش اللي ما نجربهم ونشوف صدق كلامهم؟ اش غادي نخسر لا جربتهم؟ ايوا يا سيادي، داكشي اللي كان. مشى السارح تحت الشجر اللي نعت ليه الثعلب، ولقاه وقال ليه: مس الخير السي ثعلب، اقصدتك والمقصود الله. راني احتاجيت ما نلبس وجيت عندك كيف وعدتيني. قال ليه الثعلب: مرحبا بك السي السارح، نهار كبير هذا. اجلس هنا حدا هاد السدرة وفي رمشة عين غادي نرجع ليك. وداك الشي اللي كان. ما جا السارح فين يحل عين ويغمض عين، تا جاب ليه أرفع وأفخم التواب والحوايج اللي كاينين، وقال ليه: هاك شد السي السارح، البس وزيد لبس، خيرك سابق عليا، وهاد الشي قليل في حقك، وخا نهديك تواب الدنيا. ايوا شكر السارح الثعلب ولا حوايجو القدام ولبس الثوب جديد، وقرر يقصد الديب ولقاه في الواد اللي نعت ليه، وقال ليه: مسا الخير السي الديب، راني محتاج نعيجات من بعد ما بعت نعيجاتي، وجيت قاصدك كي قلتي. قال ليه الديب: هي الاولى سي السارح، خيرك سابق عليا، اجلس غير هنا جنب الواد وتسناني شويه. ايوا يا الحباب، ما جا الديب فين يعوق التعويقه ديالو، حتى كانت قبيله ديال الدياب مجموعين عليه. يلا تفرقوا، وكل واحد فيكم يجيب نعجه ولا جوج. وداك الشي اللي كان. في رمشة عين تجمعوا على السارح شلة نعاج وخرفان، وشكر السارح الديب وصاق غنيماتو ومشى بحالاتو. والنهار الاخر شد الطريق فين نعت ليه السبع، ولقاه تحت واحد الشجرة متكي. قال ليه السارح: اصبح الخير السي السبع، جابتني لك غير قلة الشي، وانت وعدتيني فاش يضيق بيا الحال نجي عندك وتغنيني. قال ليه السبع: وانا عند كلمتي يا سي السارح. وهو يبدا السبع يحفر في واحد الحفرة، وجبد منها شلة دهب ولويز وعطاهم السارح، وقال ليه: يلا هز رزقك وتوكل على الله. شكر السارح السبع ومشى بحاله. ايوا يا سيادي، السارح ولا غني، والغني هو الله، ولا عنده بزاف الخير والخمير تبارك الله، وما بقى محتاج للتاجر اللي طلعوه من البير فوالو. ولكن السارح مسكين، حيت قلبه رهيف ودرويش وحنين، قال مع راسو: نمشي نطمن عليه كيف بقى من صدمة صاحبه اللي لاحو في البير وغدر بيه، وحتى من رزقه داه ليه. وشد طريقه القبيلة اللي الهاشمين عتها ليه، وقال في نفسه: غنقسم مع هاد الرزيق اللي عطاني السبع، الله نخلف ليه وخا غير شوية من رزقه اللي ضاع. هادي كانت نية السارح الطيب، وبقى غادي ويسول على النعم اللي عطاه التاجر يا سيادي. توصل لقبيلته وسول الناس على التاجر فلان الفلاني، ونعتو ليه دارو. دق في الباب وجاوباتو مراتو: عشكون؟ انا السارح فلان الفلاني اللي اعتقت التاجر الهاشمي من البير، وجيت نطمن عليه ونشوفو كي داير.
مراتو يا الحباب قطعت الحس ومشيت تتسلت عند راجلها وقالتها ليه بالهمس. الهاشمي قال مع راسو باللي اكيد السارح جاي باغيه على شي حاجة. كلم مع مراتو بالاشارة بيديه وقال ليها قولي لي ما كاينش صدريه. ومشات مراتو لعند السارح ومن ورا الباب قالت ليه راجلي التاجر الهاشمي ما كاينش سيدي، مشى يجيب السلعة من بلاد بعيدة وما غيجيش تيدور الشهر مرتين. قال ليها السارح خسارة لالا، كون جايب شي دهب ولويز وبغيت نقسمو معاه من النص كان عاود ليه حكايته وبقى فيا وقلت نعاونو شوية. ايوا الساعة مكتابش بسلامة لالا. مرات التاجر يا الحباب غير سمعت اللويز وعينيها خرجوا وطمعت ونطقت وقالت ليه الا الا تسنى بلاتي الله ينعل الشيطان. ها هو الهاشمي فهمتكي هنا قاع ما شفته، كان يسحب ليا خرج ومشى. وحلت ليه الباب. زيد زيد سيدي مرحبا والف مرحبا، ها هو الهاشمي متكي في القبة. ودخل عنده السارح وجلس مع التاجر وبقاو يديو يجيبو في الهضرة وعاود ليه على الحيوانات اللي طلعهم من البير وعلى داكشي اللي عطوه من خير. وقال ليه السارح مسكين ايش غنقول لك يا صاحبي، وبقيتي فيا وديما في بالي وقصتك اثرت فيا ملي ادالك رزقك وغدرك داك قليل الاصل والنية، وحلفت بحلوفي تنجي تال عندك ونقسم معاك هاد الخير ونعطيك اللي جا في حقك باش تعاون راسك وترجع لتجارتك. وجبد السارح مسكين داك الخير وقال لي ها هو نقسموه انا وياك بالنص، هذا كل ما عطاني السبع. ولكن التاجر كرشو كبرات وعمى عينيه الطمع وقال للسارح عرفتيش يجيك مليح تسناني هنا هاني شوية ونرجع. وشدها بجرية يا الحباب لقصر السلطان ودخل عليه وهو كينهج وقال ليه مولاي مولاي راني شديت عندي في الدار قطاطعي وشفار كبير جايب معاه قنطار ديال اللويز والذهب والخير. وهو كيتكلم مع السلطان وكيقول في نفسه بلا شك مني جبت ليه هاد الخبر غيرجعني عنده وزير ولا مستشار. السلطان وقف المجلس وامر الحراس ديالو يمشيو مع التاجر الهاشمي ويشدو هاد القطاطعي ويجيبوه ليه. وداكشي اللي كان يا سيادي مشاو الحراس ودخلوا لدارو وهزو السارح مسكين اللي تخلع وما فاهم والو حيت ما دار والو، ومن الصدمة والخوف بقى غير كيشوف حيت ما طاحش في بالو والخوت باللي بنادم اللي بغى يقسم معاه رزقه ونقدو من الموت بهاد الشر يكون ويغدر ويخون. والحراس شدوه ودوه قدام سلطان ووقفوه وقال ليه السلطان اياه الشفايفير منين جبتي هاد اللويز؟ قال ليه السارح وهو مصدوم قال هالديب. قال ليه السلطان اهدر معايا واعطيني خو كلامي، شكون انت ومنين جيتي ومنين جبتي هاد اللويز؟ قال ليه السارح قال هالديب. غضب السلطان وامر الحراس باش يسجنوه وفي الحبس حطوه وامر حتى وزيرو باش يحقق معاه ويعرف شكون هو وداكشي منين جاه. ايوا يا الحباب النهار كله الوزير يبحث فيه والسارح فمو غير كلمة وحدة قال هالديب. والوزير عيا فيه ومشى عند السلطان وقال ليه مولاي السلطان عييت معاه واش بغى يهدر
وفين ما نقول راه فهم وغيدوي ويتكلم يقول ليا. قالها الديب. السلطان غضب وتعصب وآمر الحراس يوجدوا ليه المشنقة باش يشنقوه وعلى شفرته يجازوه. وداكشي اللي كان، مشاو جابوه قدام المشنقة حطوه باش غير يآمر السلطان ويعلقوه ويشنقوه، وهو على نفس الحال غير كيشوف بعينيه ويقول. قال هالديب. السلطان ضرو راسو وتقادات ليه الفهامة وبغى يعرف شنو قصد السارح بهاد الكلمة. أمر الحراس ينزلوه والعندو يجيبوه ونزلوه من المشنقة وقدام السلطان وقفوه. قال ليه السلطان. أدوي انت، شنو هي قصتك وقصة هاد الكلمة اللي منين جيتي وانت تعاود فيها؟ قال لي السارح قصته منطق طق السلام عليكم، وعاود ليه الكلام اللي قال ليه الديب. طلعني انا وما تطلعش بنادم، راك تسقيه الحليب ويسقيك القطران وتولي على ما درتي نادم. وهو قال ليه. وندام تا مولاي السلطان اللي درت الخير يسحب لي درتو في ولاد الناس، ولكن القصدير عمرو ما يرجع نحاس. قال ليه السلطان. لا ندام السارح على الخير، دير الخير في اللي يستاهلو، وتاللي ما يستاهل الخير ديرو فيه حتى يتمر فيه خيرك ويقر بيه. ايوا سير سير الله يهنيك راح نعفينا عليك. وداكشي اللي كان، عفى السلطان على السارح ورجع ليه غنيماتو وحتى لويزاتو دهيباتو. أما التاجر الهاشمي الغدار وكبير الخاينين عاقبوا بالحبس 10 سنين جزاء الغدر وخيانته. وهنا يا الحباب سالت حكايتنا ومشات من واد لواد يعاودوها الجداد للصبية والحفاد، وبقيت أنا هنا مع ولاد الجواد. نتلاقاو في حكاية جديدة من التراث المغربي الشعبي القديم بلسان هينة. ومن هنا لتما تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير.